أنا عشقت جوز أختي من أول نظرة ومن أول لقاء كان ما بيننا وما بينه. إنسان محترم، إنسان كريم جدًا، إنسان غني، إنسان حلو، حلو بجد، إنسان طموح، كل حاجة حلوة فيه، ما لقيتش فيه ولا عيب، بس ما حبنيش أنا، حب أختي واتجوزها. بس هنعرف الحكاية بعد ما نعمل لايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وما ننساش إن حكاوينا حكاوي من واقع الحياة وقصص حقيقية. بسم الله نبدأ. بتحكي وبتقول: أنا بحب جوز أختي لدرجة جنون، وعشقته كأنه جوزي بالظبط. جوز أختي ما كانش حب يعني بينه وبين أختي حب كبير، كان جواز صالونات. ناس قالوله على أختي وجيه وفعلا وشافها وقعد معاها. أختي ما كانتش مرتاحاله في الأول، بس احنا أقنعناها. بس أنا من أول ما شفته دخل قلبي وعقلي. إنسان حلو جدا، إنسان طموح، شاب غني، شاب معاه كل الإمكانيات، إنسان فوق العادة. بصراحة ما كنتش شفت زيه. المهم، أختي رفضت، بس والدتي ووالدي فضلوا يلحوا عليها إن ده ما يترفضش، وخصوصا إن احنا سألنا عليه ولقينا إن هم ناس كويسين جدا جدا وناس محترمين جدا، وهو نفس الشيء. المهم أختي وافقت وكملوا الخطوبة. بصراحة عمري ما بصيت له على إنه خطيب أختي، كنت دايما كل ما بشوفه أتمنى يكون ليا أنا. كنت معجبة بيه جدا جدا لدرجة إن هو كل ما بيجي عندنا ما شيلش عينيا من عليه. أعمل أي حاجة وأدخل أقعد ما بينه وما بين أختي. كنت بتضايق من أختي جدا لما كانت بتيجي تتكلم عليه وتقول ده جاب لي، ده عمل لي، ده خرجني، ده فسحني، ده مش عارف إيه. بس بصراحة كنت بتضايق من جوايا قوي، وفي نفس الوقت أرجع أقول لنفسي أختي وعيب وحرام. بس ما بقتش قادرة أسيطر على نفسي، كل ما أشوفه أحس إني مش قادرة أشيل عيوني من عليه. بس بجد أنا تعبت. المهم، عدت 5 6 شهور الخطوبة بتوعه هو وأختي، وبعد كده عملوا الجواز. عايزة أقول لكم إن يوم جواز أختي ده كان أتعس يوم في حياتي. حسيت إن هو خلاص مش قادرة إن أنا أخده، وخلاص مبقاش ملكي، إن هو بقى ملك أختي خلاص. بدل ما كل بنت بتكون فرحانة لأختها في الوقت ده وبتلبس فيها وبتعمل فيها وراحة معاها الكوافير وغيره وغيره، كنت أنا ببكي طول النهار. كنت أنا ببكي بيني وبين نفسي إن هو خلاص هيكون لأختي مش ليا، وإن حظ أختي أحسن من حظي أنا. وفعلا تم الجواز، وهو كان إنسان محترم جدا جدا. يعني حتى في كتب الكتاب أو في القايمة والكلام ده ما تكلمش ولا اعترض نهائي، وتم الجواز على خير. تتخيلوا ما كنتش قادرة أصبر لحد ما اتصل على أختي الصبح ولا أنت عملت إيه. بل بالعكس، بعد ما دخلوا بساعتين أو ب3 أقصى شيء، اتصلت عليها وقلت لها احكيلي عمل معاكي إيه وعملت معاه إيه. قالت لي عيب كده ما ينفعش، وبعدين أنا مش فاضية دلوقتي. جتتي ولعت أكتر، جسمي ولع، ما بقتش قادرة اتحمل نفسي، بقيت عمالة اكسر في اوضتي واشد في خدودي ومش عارفة انا بعمل ايه. كنت هموت من القهر ومن الزعل ومن الحقد على اختي. وفعلا جينا تاني يوم الصبح ماما اتصلت عليها وقالت لها عملت ايه يا حبيبتي، قالت لها كل حاجة تمت بخير يا ماما. طبعا انتوا عارفين اللي هي ليلة الدخلة بتاع كل بنت. عدت على خير، بس انا من جوايا كان قلبي بيتقطع. المهم، كنت رحت معاهم تاني يوم الصباحية ده، رحت وفضلت ابص له بطريقه غريبه وعجيبه. ازاي انت تلمس اختي؟ ازاي انت جسمك ده يكون ليها هي؟ ازاي ما بقتش قادره اسيطر على نفسي وعلى اعصابي؟ كان كل همي في الحياه ان انا اخده بالذوق بالعافيه، هاخده. انا مش قادره ان انا اسيبه، او مش قادره ان انا انساه. حب ليه بقى حب جنون، حب جنون. وفعلا بقيت كل ما اقعد مع اختي اقعد اوقع بينها وبينه في الكلام، ده بيعمل، ده بيبص البنات بره، ده لحد ما بدأت أختي تشك فيه أكتر. أختي بدأت تتضايق معاه، بقى يتخانق معاها وتتخانقوا مع بعض، وأنا اللي بولع النار ما بينهم. لدرجة إن هو من حبه فيا ومن احترامه ليا وكان بيعتبرني أخته، كنت أنا بيجي يشتكي لي من أختي، يقول له أسلوبها معايا وحش، أسلوبها معايا زبالة، ما بتكلمنيش كويس، ما بتدينيش حقي، وي 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 وي. كان بيجي يشتكي لي على إني أنا أختها. بس الحق، أنا كنت بولع بينه وبينها أكتر، كنت بخليه يزعل منها أكتر، وأقول له مش عارفة أنت خدتها إزاي، ده هي من الأول مش بتحترمك، ده هي من الأول ما كانتش عايزاك وإحنا غصبنا عليها، ده هي ما تستهلكش، ده هي كذا وكذا وكذا، لحد ما بدأت أكرهه في أختي خالص. وفي الوقت ده بدأت إن أنا أقرب منه قوي قوي قوي. بقيت أتصل بيه كل يوم، عامل إيه وأخبارك إيه، صبح وظهر وعصر وعشاء. وكان بيرد عليا لأن طبعا ما يقدرش إن هو يكسفني. وفي الوقت ده كنت كل ما اتقابل مع اختي اقعد اولع فيها.
ده بيعمل وبيسوي وبيشك فيك وازاي يعمل كده ومش عارف ايه، لحد ما خليت ما بينهم نار، بينه وبين اختي نار. وفعلا قابلته في يوم، كانت اختي جايه غضبانه عندنا، رحت له انا الشقه بحجه ان انا راح اعاتبه علشان اختي. فالمهم فضلت اتكلم معاه وخدت له قرص مخدر، وفضلت اتكلم معاه على اساس ان هو جوز اختي اللي ماليش غيره، وازاي تعمل فيك كده وكده وكده، طب استنى هعمل لك شاي. وعملت له الشاي وحطيت له قرص المخدر، وفعلا حطيت له قرص المخدر وبينت له ان احنا اقمنا علاقة كاملة مع بعض، مع انه في الحقيقة ما لمسنيش ولا لمسته، بس غيرت قلعت هدومه ونمت جنبه على السرير وكأني عملت معاه علاقة كاملة علشان يقع ويضطر ان هو يتجوزني فيما بعد. المهم لما صحينا، صحى من النوم لقينا نايمة جنبه عريانة وهو نايم، اتخض جدا واتسرع، ازاي ومش ازاي، قلت له مفيش، حصل كذا وكذا، وانت لقيتك بتحضن عليا كتير وما قدرتش امسك نفسي بصراحه، انا بحبك، واعترفت له بحبي كله ليه، وقلت له ان انا اللي استهلك واختي ما تستهلكش. المهم اتصدم وبقى عمال بيعيط زي الطفل الصغير. المهم سبته ومشيت في اليوم ده. خلاص اختي عرفت تقول انا لازم اتطلق منه، انا مش عارف ايه، وفضلت اقويها عليه لحد ما فعلا طلبت منه الطلاق. دلوقتي وبعد مواقف كتير انا مش عايزه احكيها، دلوقتي هو واختي واقفين على الطلاق، وهو حاطط في دماغه كويس ان هو غلط معايا ونام معايا، وانا مثبته له على الكلام ده، وعمال دايما بتصل عليه وبقول له انا بحبك وما تزعلش ان انت عملت معايا علاقه وي وي، وانت لو طلقتي اختي انا هتجوزك ومش عارف ايه وكلام. بينا بقى يوصل لاكتر من كده بكتير. فدلوقتي مش عارفة ضميري ما بيأنبنيش ليه، حاسة ان انا عايزة امتلكه بأي طريقة، مش عارفة طمعانة فيه ولا طمعانة في فلوسه ولا طمعانة في كرم أخلاقه ولا طمعانة في ايه بالظبط. أنا مش قادرة أحدد. كل اللي أنا عايزة أحدده أو قادرة إن أنا أحدده إن أنا بحبه حب جنون، وعايزاه يكون ليا أنا وبس. بس في حاجة وحيدة أنا خايفة منها، ردة فعل أختي وأمي وأبويا بعد الطلاق وأقول لهم إن أنا هتجوزه. ده الشيء الوحيد اللي قلقني. عارفة ان في ناس كتير ممكن تقول لي ازاي ضميرك ما وجعكيش على اختك. لا فعلا ضميري ما وجعنيش ومش بيوجعني، لان هي ما كانش ده حب عمرها، لكن ده انا حبيته اكتر منها بمراحل، حبيته جدا لدرجة ان انا مش قادرة استغنى عنه، لكن هو كان بالنسبة لها جواز صالونات. اي نعم هم ارتاحوا لبعض فترة، بس ما كانش حب عمرها زي ما انا حبيته، وانا حبيته اكتر من نفسي وبحبه اكتر من نفسي، ومحدش يقول لي بعيدي لاني مش هقدر، انا مش هقدر ابعد عنه. فياريت تقولولي ايه ممكن اعمله علشان والدي ووالدتي يوافقوا على الجواز منه. واستودعكم الله. دي قصة يا بنات ويا شباب من واقع الحياة المؤلم، فياريت نرد عليها ونقول لها حرام اللي عملته، لازم ضميرها يأنبها ولا لا، ولا ايه المطلوب منها ان هي تعمله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله. وما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان كل فيديو جديد نعمله يوصل لكم في الحال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.